اهلا وسهلا بيكم وكل اللي بتابعونا في كل مكان. اهلا بيكم في الكنز اللي احنا كلنا بنمتلكه لكن للاسف مش حاسين بيه، وهو كنز الحاضر هنا والان. معاكم هبة الله احمد وبودكاست هنا والان. كم مرة قعدتوا مع ناس بتحبوهم وعقلكم مشغول في حتة تانية؟ كم مرة شربنا قهوة ومش حاسين بطعمها؟ عايزين نحضر بكل كياننا في هنا والآن. علشان كده معانا ضيفنا اللي مشرفنا في الاستوديو دكتور محمود جمعة، استشاري نفسي وخبير تدريب طرق الإرشاد والعلاج النفسي. أهلا وسهلا بحضرتك يا اهلا، دكتور. ازيك يا هبة؟ نورتنا وشرفتنا سعيد وأسعدنا جداً بوجودك. بوجودي معاكي هنا والآن. انت جاية في موضوع من الموضوعات الممتعة. عايزة أبدأ مع حضرتك من الصفر كده، يعني إيه هنا والآن؟ ان احنا نبدأ نبقى هنا والآن. بمعنى انت حاسة بتنفسك هنا والآن؟ حاسة بتنفسك؟ حاسة بيه. يبقى انت هنا والآن. حاسة بالكرسي اللي انت قاعد عليه؟ تمام، حاسة بالكرسي. حاسة بالمحيط اللي احنا فيه، الإضاءة والكاميرات والمايكات والملابس؟ تمام. طيب، عدد المتغيرات اللي انت حاسه بيها هنا والآن من اللي انا قلته ده قد ايه؟ كتير. كتير. حاضره في كم متغير حسي؟ كم متغير حسي؟ برضو كتير. كتير. طيب، تقدري تنتبهي لكم متغير من المتغيرات الكتيره هنا والآن؟ الإضاءة والكراسي والمصورين والاستوديو وحضرتك والمايك، حاجات كتير قوي. انا عندي نفس الاحساس. تمام. يبقى انا وانتي موجودين هنا والآن. تمام. طيب، انا عايز اعمل حاجه دلوقتي. انا هفكر في ولادي في البيت في ثواني معدوده. هفكر في ابني عبد الرحمن مثلا بيعمل ايه وانا عايش مع الفكره دي. هل انا هنا والآن؟ لا، يعني اعتقد ان هنا والآن في اللحظة الحالية اللي احنا عايشين فيها بالوجود اللي حوالينا. يبقى انا محتاج اسحب ذهني من التفكير في عبد الرحمن علشان اكون هنا والآن. تمام. وانا بفكر في عبد الرحمن، ده نوع من انواع التفكير اسمه التفكير العقلي. تمام. وانا موجود في الحواس هنا والآن، ده نوع من انواع الادراك بنسميه الادراك الحسي. التفكير العقلي بيبقى فيه الادراك العقلي. ما يميز هنا والآن الادراك الحسي، ان احنا نكون موجودين بحواسنا وما بنفكرش. فكرنا احنا مش موجودين. انا افكر اذن انا موجود في الوقت الحالي. لا، مش تبعنا خالص. الكلام بتاع ديكارت ده ما يمشيش معانا خالص. تمام. ان انا اكون متواجد بكامل حواسي في اللحظة اللي انا فيها دلوقتي. طب الناس يا دكتور اللي بيكونوا حابسين نفسيهم في الماضي وعندهم قلق من المستقبل، ازاي يتخلصوا من الحبسة بتاعتهم دي وهم أسرى للماضي وبيجلدوا ذاتهم على حاجات عدت خلاص، وفي نفس الوقت قلقانين من المستقبل ويا ترى بكره في ايه؟ هنعمل ايه؟ انت عارفة ازاي يتخلصوا من الحيرة دي ويكونوا هنا والآن؟ انت عارفة انه هنا والآن موجودة في علاجات كتيرة. زي ايه؟ هنا والآن تقنية أساسية ورئيسية في العلاج الجشتالتي. هنا والآن فلسفة عميقة جدا في العلاج الوجودي. هنا والآن أساس للعمل على مسرح السايكودراما والدراما الثيرابي. إن المشكلة اللي حصلت من 20 سنة وما اكتملتش جوايا وتحمل معها آلام وأوجاع وصدمات، بطلعها على المسرح هنا والآن وبعيد بنيتها من جديد، كأني بعالج ألم الماضي باستخدام الحاضر. يعني احنا ممكن نقول ان احنا بناخد هنا والآن ونروح معاها للماضي؟ لا، يعني هنا والآن محدش يقدر ياخدها. يعني الناس هو تحضر الوجود ده. هو يعني مين يقدر ياخدني من القعدة دي؟ مين يقدر ياخدني من القعدة دي؟ مقدرش حد ياخدني من القعدة دي. الفكرة انه العقل له اشتغالات. عشان كده عندنا مثلا في العلاج الجشتالتي العصاب ان العقل يدان يفكر بالينبغيات، ينبغي ان يكون كذا،
المفروض كذا. الماستس انه يفكر بالخيالات الغير صحيه. عشان كده نلاقي مثلا العقل من المشكلات اللي ممكن تكون موجوده في العقل الخيالات، الينبغيات، التفكير غير الضروري. يعني احنا دلوقتي في الاستوديو اللي مطلوب مننا ايه؟ نفكر فقط فيما نفعل. طيب انا لو قعدت افكر انا هتغدى ايه لان انا ما اتغديتش النهارده، هو تفكير ضروري في هذه اللحظه؟ لا، مش ضروري في هذه اللحظه. فهنا والان بتعلمنا ان احنا يكون تفكيرنا ضروري في اللحظه. ولو قدرنا نعمل ده بنقدر نسحب الذهن من الماضي ونقدر نسحب الذهن من المستقبل. لان لو ركزنا في كتير جدا من الامراض، على سبيل المثال، لان الموضوع مش هنتكلم في امراض كتيره، بس على سبيل المثال التروما او الصدمه هي حصلت فين؟ في الماضي، بس مجمده الجسد وبتخلي سلوكي في الحاضر متاثر بهذه الصدمه. طب عشان اعالج الصدمه دي انا محتاج الصدمه دي اطلعها على الحاضر بطريقه معينه وباسلوب معين متدرج وفي جو من الامان هنا والان، بحيث اعيد بنيه الصدمه او سردها في ظل هنا والان. اذا سردت الصدمه او عدنا بنيتها هنا والان، الطاقه المصاحبه ليها بيحصل لها نوع من انواع التفكيك، بتتفكك. الافكار اللي موجوده ممكن نعيد النظر فيها. المشاعر اللي موجوده. الصدمه اصلا تجربه حسيه ضاغطه جدا. شفت مشاهد وحسيت باحاسيس معينه وسمعت اصوات وكلمت نفسي في لحظه كان فيها شده وضغط عليا شديد جدا، فخلاص اتحبست فيها وبقيت مسجون في هذه الصدمه. هنا والان بقى براح لو مع معالج يجيد التدرج ويجيد استخدام ادواته في هنا والان، هيقدر يفكك الصدمه ويحللها ويدرجها. لو خدت هذه الصدمه المشاعر والاحاسيس اللي موجوده فيها صفه التواجد في هنا والان في ظل احاسيس جديده ومشاعر جديده، اتحلت الصدمه. فعشان كده هنا والان تقنيه من التقنيات الهامه جدا جدا في كتير جدا من العلاجات. حتى العلاجات الحديثه بدانا نشوف المايندفولنس. اي حد عايز يعمل مايندفولنس سواء بيشتغل DBT او بيشتغل اكت، محتاج ان هو في البريزنت، والبريزنت ده اللي هيطلعني للمايندفولنس. عشان كده الناس اللي بيشتغلوا مايندفولنس او في العلاجات اللي فيها مايندفولنس ما يقدرش يعمل مايندفولنس او يعمل ديفيوجن او يعمل اكسبتنس في العلاجات دي الا لما يكون قادر على ان هو ان يتواجد في هير اند ناو، هنا والان. فهنا والان تقنيه مهمه جدا وفلسفه مهمه جدا، ومن المهم جدا ان احنا نركز على استخدامها في طرق مختلفه وفي ادوات مختلفه. بس يا دكتور صعب قوي ان ما يكون حد محبوس في الماضي او حصلت عنده مشكله من سنين كتيره وسببت له تروما او صدمه او خوف او قلق من حاجه معينه. يعني اعتقد ان هو صعب ان هو يطلعها ويفككها، او ان هو يحس ان هو عنده مشكله. يعني امتى يحس ان هو عنده مشكله؟ لو مشكله بسيطه ممكن لو بياخد دوره تدريبيه او بيتعلم بعض التدريبات اللي فيها الميديتيشن او المايندفولنس او بيمارس بعض الرياضات الشرقيه ممكن يعمل ده. لكن لو مش كبيره هو في سجن وجودي كبير جدا اللي هو سجن الصدمه. نقنعه ازاي ان عنده مشكله؟ الموضوع يعني انت كده هو محبوس في الماضي انت او قاعد قلقان من المستقبل، ازاي نقنعه؟ وانت بتتكلمي نقنعه انت بتتكلمي على ان العلاج اقناع، تمام، وبتتكلمي على ان احنا عايزين ندخل CBT ونقنع. والجدل العلاجات مش كلها اقناع، في علاجات حسيه ان المريض يدخل يمر بتجربه حسيه. ده لو موجود في سجن الصدمه محتاج ان احنا نستثيره بتدرج وفي جو امن بحيث نعيد التجربه. لو احنا تخيلنا كده ان هو في سجن وفي قفال كده موجود على جدران السجن ده، والسجن ده لو تخيلتوا انه سجن حديدي، فاحنا محتاجين نكسر هذه الاقفال في طرق كتيره جدا للاستثاره. يعني من التجارب اللطيفه جدا اللي عملناها مؤخرا الدراما الثرابي. في الدراما الثرابي المريض اللي عنده الصدمه بنقرب منه بالاستثاره عن طريق مثلا الميوزك، ان يديله وتر معين،
بيدي نغمه معينه او شعور، تصير عنده حاجة تصير عنده معينة. قصه بالتدريج وهو امن. بندخل له ايضا بالحركه، يعني تسمع عن الموفمنت ثيرابي او بيقولوا عليه دانس موفمنت ثيرابي، بس انا بقول عليه الموفمنت ثيرابي ان انا اخليه يتحرك حركه معينه تستثير عنده الصدمه، او تجسيد لمشهد وجوده معين، يشوف مشهد مجسد قدامه معين، زي مثلا تجسيد الطفل الداخلي، او ان هو يمسك ميتافور او مجاز معين، زي لو عايزين نخليه يستدعي الطفل المصدوم، فبيقول مثلا انا بذره، ويبدا يعبر انا بذره موجوده في بطن الارض، بدات انبت، ولما بدات اخرج للدنيا ما لقيتش الشمس زي الشمس، ولا الهواء زي الهواء، ولا الميه زي الميه، ولا الملح زي الملح. اللي كان مفروض يغذوني أذوني. فلما بيستدعي التجربة والخبرة ويبدأ يعبر، بتبدأ متغيرات الصدمة تطلع، لأن الفكرة في الصدمة هي إن أنا أحول التروماتيك ميموري، الذاكرة الصدمية، للناراتيف ميموري، ذاكرة قصصية أو يطلعها بقى. سردية، تبدأ تطلع. بس المعالج المعترف الواعي يأمن المكان ويأمن البيئة العلاجية. بمعنى ايه يأمن المكان؟ يعني لو انت قاعدة معايا في الاستوديو وحاسة ان في حد بينتقدك، تمام، او حد بيعلق عليكي، او حد هيعترضك في شيء ما، هتبقى حاسة انك آمنة؟ لا. طيب عندنا في العلاجات عموما سواء الفردي او الجماعي، مهم جدا ان يحس المريض ان هو مستريح، علاقته بيا انا كمعالج فيها امان. امان المعالج بيجي ان انا ما احكمش عليه، مفيش جادجمنت، مفيش حكم عليه، حاسس ان الاحكام غايبه عني. طيب هو بيحس من عينيا، يعني انا لو ببص لك كده النظرات دي هيبان ان انا بفكر في انتقادك. اول حاجه بيعملها المعالج ان هو لا ينتقد، لا يحكم، علشان يدخل بعد كده في مرحله تانية مهمه جدا، اللي هي التقبل غير المشروط. انا قابلك. من الاحداث الغريبه جدا اللي بتحصل معايا ان بعض العملاء بيعترفوا بجرائم، تمام، جرائم صعبه جدا، وهم بيعترفوا بالجرائم يلاقي نظرات عينيا وجسدي وجسمه كله قابله. يقول له يا دكتور انت قابلني؟ اقول له قابلك. طب ازاي؟ ده انا الجرائم اللي انا عملتها صعبه جدا. اقول له انت انسان وربنا خلقك تغلط، تمام، وعطالك التوبه عشان تعدل الخطا. اذا الشيء الطبيعي انك تغلط وتعدل. طب انت جاي لي ليه؟ فانت كامل انسانيه، كامل انسانيه بانك اخطات. لو لم تخطئ انت مش انسان. وكامل انسانيه انك جاي تتعالج، انت جاي تتغير، دي توبه. والتائب حبيب الرحمن. يبدا ينهار في البكاء، كأن دي اول تجربه له في الحياه، ان حد يقبله بدون شروط، ان حد يقبله بجد. التجربه دي في حد ذاتها تجربه شفائيه. خلاص هو حس ان هو مقبول ومرتاح لده، فخلاص. طب يا دكتور احنا اتكلمنا عن الماضي، طب بالنسبه للمستقبل ازاي نفرق ما بين القلق من المستقبل والتخطيط ليه؟ طيب القلق من المستقبل معناه ايه؟ ان انا بفكر في المستقبل بتوقعات مؤذيه للحاضر. يعني عندنا تمرين في العلاج الجشتالتي اسمه تمرين المكوك. ان بخلي المريض يروح يشوف توقعات المستقبل ايه ويرجع هنا والان. تمام. شوف توقعات المستقبل ايه ويرجع هنا والان. يشوف توقعات المستقبل ايه ويرجع هنا والان. طيب اللي بيحصل ايه بقى لما بتكون التوقعات قلقه، ما فيهاش امان، مصحوبه بالاحباط، متوقع ان في حواجز كتيره جدا، متوقع ان في مصائب. هذه التوقعات عندنا في العلاج الوجودي في العلاج الجشتالتي عصاب، فلازم يتعالج منه. لازم يسحب ذهنه وعقله من التوقعات ويركز على الحاله الوجوديه. ودايما كنا نقول له ايه؟ نقول له ان المشاكل بتصير في زمان ومكان ومع احداث ومع اشخاص، كذلك رب العزه بيجيب حل المشكله في زمان ومكان ومع احداث.
فانت تنتظر الزمان وتنتظر المكان وتنتظر الاحداث. كل اللي مطلوب منك كن هنا والان، ومارس الولا حاجه. الولا حاجه انه ما يعملش حاجه، لانه تمرين الولا حاجه ده من اقوى التمرينات اللي ممكن تكون موجوده في الحياه مع هنا والان ومتعه هنا والان. انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي، الوقت بيمر معاك بسرعه، واحنا خدنا نبذه عن هنا والان، وان شاء الله لينا لقاءات تانية كتير. وانا سعدت بحضرتك ومبسوطه قوي من الحلقه. وانا مستمتع بهنا والان معاكي، ومستمتع كمان بان انا قدرت اعبر عن هنا والان. هو في وقت ضيق، لكن حاسس ان الكلام اللي طالع مني طالع من القلب. شكرا لحضرتك لحضورك دكتور معايا. محمود جمعه. الحياه مش بعدد الايام اللي احنا بنعيشها، الحياه بعدد اللحظات اللي احنا بنحس بيها. اشوفكم على خير في بودكاست هنا والان. سلام.